الخير عليكم أحبتي أينما كنتم. سعيدة جدا تقديم لكم الحلقة الثانية من عودة ريحان. ما عليكم إلا تحطوا لي شي كاس أتاي حداكم وتسمعوا الحلقة الثانية من عودة ريحان، لأن فيها الكثير من الأحداث اللي غتكون جد شيقة. فما تبخلوش عليا بإعجاب الفيديو وتعاليق ديالكم الرائعة. خليونا نمشي نشوفوا الجديد. وبداية الحلقة ديالنا غادي تكون مع آخر مشهد شاهدناه في الحلقة السابقة. ريحان بجنب البحر في المكان اللي كانت كتمشي له هي وأمير، وغادي يكون قريب شوية من القصر الجديد. في نفس اللحظة كتفكر في كلام الصديقة ديالها اللي قالت لها هذا ماشي الوقت المناسب باش تمشي تشوفي يانيس، بزاف ديال الحقائق انتي ما كتعرفيهمش وقعوا في داك القصر. بعد تفكير عميق ريحان غادي تعرف بأن الكلام ديال الصديقة ديالها هو اللي صحيح، فغادي ترجع للبيت وفي الطريق ديالها غتشوف واحد الطفل كيلعب وغادي تذكر يانيس. ايضا غتشوف واحد البنيته مع الاب ديالها، وريحان غتكون حزينه بزاف وكتحس بالالم لان سنوات مهمه من حياه الطفل ديالها ما عشتهمش معاه للاسف، وهادشي كامل لانها كانت محبوسه في المستشفى. كيف ما قلنا في الحلقه الاولى اللي غادي تلقاوها في القناه، فكانت محبوسه لاكثر من 6 سنوات في المستشفى. اما جيدان فغادي تتصل بمديره ديال المستشفى اللي كانت موجوده فيها ريحان، وغتقول لها انا خارج البلاد وخديت اجازه طويله ارتاح منها من صداع الخدمه وحتى من صداع الاتصالات ديالك. من اليوم فما كايناش انا في حياتك ولا انتي كاينه في حياتي. سالينا اجيدان طارهون. من بعد مباشرة غادي ننتقلوا للشركة، وغادي يكون أمير في المكتب ديالو وغادي يكون كيحتفل مع الشركاء الجداد ديالو لنجاح واحد المشروع من بعد ما غادر كمال ونسرين تركيا نهائيا. غنرجعوا القصر ديال أمير وبالضبط مع جيدان اللي ما صدقاتش الكلام ديال المديرة ديال المستشفى وغتصل بالسكرتيرة ديالها، فغادي تجاوبها. وجيدان سولتها واش المديرة موجودة، قالت ليها لا، فهي خدات إجازة طويلة وسافرات خارج تركيا. إلا محتاجة أي مساعدة نقدر نقدمها ليك. جيدان سولتها على واحد المريضة اللي كنا كنتكلفوا بالمصاريف ديالها، بغيت نعرف كيف ولات. فغادي تقول ليها السكرتيرة بأن المريضة اللي غادي تكون ريحان أكيد، فقالت ليها بأن يومين دابا باش خرجت من المستشفى لأن النتائج الأخيرة ديال الفحوصات ديالها خرجت إيجابية. هنا غادي نشوفوا جيدان حبسات من الكلام مع السكرتيرة حتى قبل ما تودعها، وغادي تكون مصدومة من الخبر بأن ريحان كيفاش خرجت من المستشفى وهي ما عندها حتى خبر، كيفاش ريحان الفحوصات ديالها خرجوا إيجابيين وهي ما عندها علم بأن ريحان كتعالج. وغادي ننتقلوا مباشرة للبيت اللي كتعيش فيه ريحان مع الصديقة ديالها، وغادي يكونوا جالسين، وريحان قالت للصديقة ديالها أنا مستعدة دابا باش نعرف طيلة هاد 6 سنوات اش وقع في حياة أمير وولدي يانيس. الصديقة ديال ريحان غادي تقول ليها بأنك نتيا وأمير ويانيس كنتو ضحية ديال واحد الخطة أو خدعة ديال واحد الشخص مجهول اللي لحد الآن أنا مازال ما قدرت نعرف شكون هو أو شكون هي. المهم هو أن اليوم الأول اللي شفتك فيه في المستشفى وتعرفت عليك وعرفت القصة ديالك وكانت مطابقة القصة ديال الأخت ديالي، فما نكذبش عليك تأثرت بزاف، ولكن تأثرت كتر فاش قالوا ليا بأنك انتي ما عندك حتى حد في العائلة ديالك وبأنك ولدتي وللأسف خسرتي الطفل ديالك. هنا تأثرت أكتر، قررت أنني نساعدك كأنك الأخت ديالي. مؤخرا عرفت بأن واحد السيدة دائما كتجي تزورك ولكن في السر، حتى واحد ما كيعرف شكون هي. درت بعض التحريات ديالي واكتشفت بانها الام ديال امير اللي كان الزوج ديالك واب ولدك يانيس. فالحاجه الوحيده اللي قدرت نعمل هي انني نصور لك الابن ديالك كيف ما كتشوفي الصوره اللي عندك. والكماله رانتي عارفاها، امير تزوج مع واحد السيده اللي كانوا عندها بزاف ديال المشاكل وهو قدر يتحدى العم ديالها باش يبقى معها. ريحان بقات كتبكي وقالت للصديقة ديالها يعني أنا ميتة في عين أمير وولدي يانيس.
علاش هادشي كامل؟ علاش يوقع ليا هادشي؟ علاش نعيش هاد العذاب كامل؟ اشنو درت ليهم باش نستحق نتعاقب بحال هاد العقاب الكبير؟ انا بغيت غير ولدي يكون في جنبي، ولو انني عشت معاه اللحظات الاولى، نسمع الكلمة الاولى اللي قال وسبق بابا ولا ماما. اول سنة كتنوض ليه، كنت باغية نشوف أول خطوة كيخطوي وأول يوم مشى فيه المدرسة. علاش نتحرم من هادشي كامل؟ صديقة ديال ريحان حاولت تهدنها، ومن بعد خداتها الغرفة ديالها باش ترتاح، لأن العلاج ديالها مازال ما كمل، وخافت عليها لا تأثر وترجع الحالة ديالها السابقة. مديرة المستشفى اللي كانت موجودة فيها ريحان غادي تتصل بالسكرتيرة ديالها وقالت لها صيفط لك عبر الايميل الاستقالة ديالي، ورقم الهاتف ديالي ما بغيتك تعطيه لحتى واحد، او العنوان اللي غادي يرسل ليك، ومن بعد غتقطع عليها الاتصال. وهنا غادي نعرفوا بان المديرة ديال المستشفى كتحاول تبعد على المستشفى من بعد ما خرجت ريحان، وخايفة بزاف من شي حاجة اكيد اللي غادي نكتشفوها في الحلقات المقبلة. جيدان غادي تمشي للمستشفى وغادي تتكلم مع الدكتور اللي كان تكلف بالحالة ديال ريحان، وقالت ليه علاش تخرجوها بدون ما تعطيوني علم. قال لها للأسف ما عندك حتى علاقة، لأنك نتيا مجرد محسنة كتعاوني الناس اللي ما فحالهمش باش يتعالجوا، وبما أن المهمة ديالك كملت مع ديك السيدة فيمكن ليك تكلفي بحالة شخص آخر. جيدان غادي تعصب وغادي تمشي وغادي تخليه. اما يانيس فغيكون في المكتب ديال الاب ديالو كيقلب على بعض الاوراق، وشويه كان غادي يشوف الصور ديال ريحان، لانه لحد الان مازال ما شوف الصور ديالها. غنتقلوا للبيت اللي عايشه فيه ريحان مع الصديقه ديالها، وغادي تكون ريحان غير كتفكر في يانيس وامير. طلبت من الصديقه ديالها باش يخرجوا شويه، وبالفعل غادي يمشيو لواحد المكان اللي غادي يكون بجنب القصر. ومن بعد غادي تقول لها صديقه ديال ريحان، غادي تقول لها دابا عندي لك واحد المفاجاه. قالت لها شنو هي؟ قالت لها المفاجاه كان ما كتبقاش مفاجاه الا تقالت. وهنا غادي تنتهي الحلقة ديالنا اللي كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. وفي نظركم شنو المفاجأة اللي غتكون موجودة صديقة ديال ريحان ليها؟ فأحبتي نتلاقاو في الحلقة الثالثة اللي غادي تكون جد رائعة ومشوقة، فما تنساو الاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الحلقات في الوقت المناسب. السلام عليكم.